هتكلم النهاردة عن روتين غسل الشعر. وبسلم عليكم بس الأول وأقول لكم ازيكم عاملين ايه، وحشتوني من آخر فيديو. الفيديو النهاردة هيكون خطوات غسل الشعر اللي أنا بعملها بقالي فترة كبيرة وماشية عليها بقالي سنين. النهاردة مش هتكلم عن أسماء براندات خالص، كل اللي في الموضوع ان انا هقول لكم الخطوات اللي بعملها وماشيه عليها بقالي فتره. هنا بوريكم انا بستخدم ايه في الشاور بتاع غسيل الشعر. اول خطوه انا بحب اعملها وهي حمام الزيت، ولو التزمتي بحمام الزيت مره في الاسبوع على الاقل، وانا بحبذ يكون مرتين، بس لو مره هيبقى كويس قوي تعملي حمام زيت وتسيبيه على شعرك زي ما انت عايزه، ساعة 2-3. انا بحب اسيبه مثلا 4-5 ساعات، بس مش اكتر من كده. ما بحبش ابدا ابدا انام بالزيت على شعري، لازم اكون قبل ما اكون نايمة غسلة شعري كويس قوي. وطريقة وضع الزيت زي ما انت شايفة، بتاخدي شوية شوية وتوزعيهم على فروة الشعر، وتبتدي تعملي مساج بالراحة خالص وبسيط كده عشان تجري الدورة الدموية في شعرك، وتخلي الزيت يمتصوا المسامات بتاعة فروة راسك كويس قوي. في ناس ما بتحبش تحط الزيت على الشعر نفسه، انا بحب احطه، بحس ان الشعر بيتغذى جدا بالزيت على فكرة. وبتوصي طبعا بالاطراف، تحطي على الاطراف كمية كويسة عشان برضو الاطراف بتتغذى. طبعا بسيب الزيت على شعري وبعد كده بروح اغسل شعري بالشامبو، والطريقة دي غلط. احنا بنحط شوية على ايدينا وبنخففهم بالمية، وبعد كده نبتدي برضو نوزعهم على الفروة، ونبتدي برضو نعمل نفس المساج بصوابعنا، وبصوابعنا يا بنات مش بضوافرنا. ولو عندك المساجير سكالب دي تقدري تعملي بيها مساج لشعرك او لفروة راسك، طبعا دي بتكون سيليكون وموجودة في الصيدليات ومحلات الكوزماتكس عادي، والهايبرات واونلاين، موجودة في كل مكان، بس تأكدي ان هي اصلية. تعملي بيها كويس كده فروة راسك، وبعد كده تشطفي شعرك كويس قوي. الخطوة اللي بعد كده اي هير ماسك عندك، دايما اقول لكم يا تستخدموا كونديشنر يا تستخدموا هير ماسك. ما بحبش استخدم الخطوتين بصراحة، بدل ما احط ده واسيب وقت واحط ده واسيب وقت، بفضل ان انا احط الهير ماسك طالما هو نوع كويس بحطه على شعري. طبعا بكون طبعا يعني مصفية شعري كويس قوي، وبعد كده ابتدي احط على الشعر زي ما انتوا شايفين كده، من تحت كده الودان لحد تحت، وبرضو اهتم بالاطراف كويس قوي، وبسيبه برضو شوية لحد ما اخلص بقية الشاور بتاعي خالص. ممكن اسيبه مثلا نص ساعة ولا حاجة، وبعد كده ابتدي اشطف شعري كويس قوي. وعلى فكرة اشطفي شعرك كويس، اوعي تسيبي شعرك عليه بلسم او عليه ماسك، لازم الشعر يتشطف كويس. طبعا ما نجيبش الحاجات دي على فروة الشعر عشان بتعمل تساقط. تأكدي ان يكون عندك الفوطة دي بتاعة الشعر وتكون مايكرو فايبر، ولو مش عندك الفوطة دي اي تي شيرت عندك يكون قطن ممكن تحطيه على شعرك. بسيب الفوطة دي على شعري حوالي كده نص ساعة عشان الشعر يهدى شوية، ما بسيبهاش اكتر من كده. ليه؟ لاني انا عايزة شعري مندي، مش عايزة الفوطة دي تمتص كل الرطوبة او المية اللي موجودة في شعري وشعري يقلب ان هو يكون جاف، لا. لاني انا لما هحط البرودكت بعد كده اللي هحطها دلوقتي هحطها على شعر مندي، لانك لما تحطي الكريمات والسيرم على شعر مندي احسن بكتير ما تحطيها على شعر ناشف. خلاص كده بحط الكريم بتاعي، اي كريم بتحطيه بنحطه على الشعر برضو من فوق. لو عايزه تحطي على شعرك من فوق تاكدي ان انتي ما جبتيش الكريم على فروه راسك، وبعد كده لو عندك سيرم او حابه تحطي سيرم بتحطيه برضو على الاطراف بقى، يعني اللي هو الشعر من تحت، وبتتبسطي برضو بالاطراف كويس. وبس شعرك بقى شوفي انتي حابه تعملي فيه ايه، عايزه تنشفيه بالسشوار تمام، عايزه تسيبيه ينشف لوحده، عايزه تعمليه اي تسريحه براحتك. المهم ان انتي مش تعمليه حاجه يعني ايه تشد شعرك فيها، عشان هو بيكون في فترة ضعيفة لانه لسه مبلول ممكن يتساقط بسرعة.
بعد ما حطينا كريماتنا والسيرمز وكله، بتجيبي المشط بتاعك الخشب او الفرشة خشب، ومن تحت لفوق زي ما انا عاملة كده، من الاطراف ولفوق بتسلكي بالراحة خالص خالص، لان الشعر بيكون في اضعف حالاته، فلو عملتي جامد الشعر هيتقطع وممكن يتساقط معاكي. فبالراحة بنسرح من تحت لفوق لحد ما بنوصل لمنبت الشعر فوق. طالما وصلنا لمنبت الشعر نبتدي بقى نسرح عادي من فوق لتحت عادي، مفيش مشكلة. اوعي تنسي انك تاخدي فيتامين للشعر وللبشرة وللضوافر، بس اتأكدي ان انتي تكوني تمام وكويسة وما عندكيش اي مشاكل في جسمك. وطبعا اطول فترة للفيتامينز دي بتكون 3 شهور، وتوقفي وبترجعي تكملي تاني. بس كده، باي.